التدخين على المدى القريب بيعمل ريحة نفس كريهة، بقع وسخ على أسنان النير الضفير، توتر وارتفاع بضغط الدم. بعد فترة ممكن يؤدي لتغيير بالصوت، تجاعيد بالجلد وتصلب بالشرايين اللي ممكن تسبب تجلطات بالدماغ، ذبحات بالقلب ومشاكل بالانتصاب. بعد فترة طويلة التدخين ممكن يؤدي لزيادة نسبة الالتهابات الرئوية، سرطان الحنجرة والرواية وانسداد القصبات الهوائية المزمن. كل أنواع التدخين هي مضرة، حتى السيجارة الرفيعة والأرجيلة أو الشيشة يلي بتوازي تقريبا 30 سيجارة. منشان هيك أفضل طريقة لتفادي هالمشاكل هي الامتناع عن التدخين، وفي حال ما قدرتوا لوحدكم تستعينوا بطبيبكم كرمال توقفوا عباكير التدخين وتتمتعوا بنوعية حياة جيدة.